السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وصفه جديده. كيف كتشوفوا اليوم غادي نتقسم معكم هاد المسيمنات هكذا اولا مخدات صغار كيجيو معسلين. كنعسلوهم هكذا بالعسل وكنزينوهم برقائق اللوز. هاد المسيمنات البنات كيجيو خفافين وهشاش بحال ما كتاكلي والو، وكيجيو مورقين وخاويين من الداخل وما كيشربوش الزيت نهائيا. يصلحوا الفطور ديال العيد ولا الضياف او حتى غير مع وليداتكم. كنتمنى تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر، ونخليكم مع المقادير وطريقه التحضير السهله كيف العاده. نبداو على بركه الله. غادي نحتاجو 340 ديال الدقيق الابيض ديال الحلويات يكون ممتاز. غادي نحتاجو ملعقه صغيره ديال خميره الحلويات، 30 غرام ديال الزبده بدرجه حراره المطبخ، القليل من الملح يعني المقدار الكافي تقريبا ملعقه صغيره مع مرش، 2 معالق كبار ديال الماء الزهر، ملعقه كبيره ديال الخل. وغادي نجمعوا العجين بالماء الدافئ، ماشي ما يكونش دافئ بزاف، غير شويه فاتر، تقريبا 160 مليلتر ديال الماء. انا غادي نعجنهم في الروبو ونرجع لكم. وهنا بعد ما تعجنت لي العجينه ديالي مزيان مباشره غادي نبداو نخدموها. ما كنخليوها ترتاح ما والو، كنرشو القليل فقط. يعني غادي تحتاجوا 1-2 معالق ديال المايزينا فقط في هذا الشيء، في هذا الكراس كامل التورق. مباشره من بعد ما عجنتها ما كنخليها لا ترتاح لا والو، كنجي باش نورقها. غادي نبسطوها بحال هكذا، نحاولوا نعطيوها واحد الشكل مستطيل اولا مربع. العجينه ما كتكونش مرخيه البنات، تكون قابطه راسها، ما تكونش مرخيه نهائيا ولكن ما تكونش كذلك قاصحه بزاف، يعني قابطه راسها ولكن مايله للقصوحيه شويه. كنرجعوا نديروا عليها واحد رشيشه خفيفه هكذا ديال المايزينا، كيف كتشوفوا خفيفه بزاف، وكنطويوها على هذا الشكل هذا على 3. كنطويو هذا الجنب وهذا الجنب وكنلاقيوهم في الوسط. نجبدو مزيان هاد الجناب هادو باش يتلاقاو وباش تكون كلها مورقه. واحده رشيشه خفيفه كذلك. وغادي نطويوها كذلك على 3.
كيف ما كتشوفوا معايا كنحصلوا على واحد التوريق رائع جدا، غتشوفوا معايا من بعد ان شاء الله. وغادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي واحد 10 دقائق، غير باش طاوعني في الخدمه ما تعذبنيش ملي نجي نطلقها. بعد ما خلينا العجينه ديالنا ارتاحت 10 دقائق فقط، غادي نجيو باش نورقوها بالاستعانه بالقليل من المايزينا. كذلك كنرشوا لسطح العمل غير باش ما تلصقش لينا. وغادي نبقاو نبسطوها حتى نحصلوا على عجينه رقيقه. كما كتشوفوا معايا بعد ما ورقنا العجينه ديالنا كتكون رقيقه. نوريكم السمك ديالها، شوفوا معايا كتكون رقيقه قدر الامكان. ما تكتروش من المايزينا، يعني باش ما تجيش كلها عامره. راكم كيف كتشوفوا ما عمراش بالمايزينا، خاصها تكون المايزينا فقط غير باش ما تلصقش لينا وتجينا في سطح العمل متساويه هكذا. كنقطع لي هذوك الجناب باش تجي هكذا مزينه ومتساويه، حيت غادي نبغي دوك المخيدات ديالي ولا الرغيفات ديالي يكونوا كلهم في قد واحد. هنا كناخذ العبار بهاد الكوبات، تقدروا نتوما تستعنوا بشي مسطره الا بغيتو باش يجي العبار هو هذاك. وكنبقى نعلم بهم بحال هكذا وكنقطع اشرطه بحال هكذا. من بعد غادي نقطعهم من الجهه الاخرى باش يعطينا مربعات هكذا، مخدات صغار. كيف كتشوفوا معايا العجينه راها رقيقه بزاف، حاولوا ترققوها مزيان وتكون سمك واحد، ما تكونش رقيقه من جهه وغليظه من جهه واحده. لما سخنات الزيت ديالنا مزيان غادي نجربوا في واحد من دوك الشرطه اللي قطعنا، نشوفوا واش سخنات مزيان باش نبداو نطيبوا. كيف ما كتشوفوا معايا الزيت راه سخنات. نبداو نلوحوا الرغيفات ديالنا. بسم الله. خاصكم ضروري تبقاو ترشوا عليهم الزيت بحال هكذا، واخا تكون المقله عامره بالزيت ضروري من هذه العمليه باش يتنفخوا معكم. والعافيه ما تكونش ناقصه بزاف وما تكونش مجهده، متوسطه باش يطيبوا وما يشربوش الزيت. وهادو هما الرغيفات ديالنا بعد ما قليناهم في الزيت. كيف ما قلت لكم البنات الحراره تكون متوسطه، ما مجهداش باش ما يتحرقوش وما خفيفاش بزاف باش ما يشربوش ليكم الزيت. راهم كيجيو خفاف وما شاربينش الزيت نهائيا. غادي نكثر عليهم غير شويه ديال العسل، عندكم تغطسوهم حيت غادي تشرب لكم العسل بزاف حيت خاويه. كثروا عليهم غير شويه ديال العسل وزينوهم بالشكل اللي بغيتو. انا غادي نزينهم برقائق اللوز، تقدروا ديروا كذلك كاوكاو مهرمش ولا اللي بغيتو. هذا هو الشكل النهائي الغزالات ديالي بعد ما يعني هكذا رشيت عليهم غير القليل من العسل. كيف كتشوفوا راه ما كثرتش عليهم، غير شويه ديال العسل ودرت لهم هكذا. زينتهم برقائق اللوز. كيف قلت لكم تقدروا تزينوهم بالطريقه اللي بغيتو ولا حسب المتوفر عندكم في الدار. دابا غادي نوريكم نقسم معكم وحده ونسمعكم القرمشه الرائعه. كيجيو خاويين من الداخل.
كيجيو رائعين البنات كيف كتشوفوا، رائعين بزاف، خاويين يعني خاويين ومقرمشين وكيجيو لذاذ 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 بواحد الدرجه، لواحد الدرجه ما نقدرش نوصفها لكم. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم البنات، كنتمنى ينال اعجابكم وان شاء الله تجربوه في ديوركم ويصدق لكم كيف ما صدق ليا، لانه جدا سهل وسريع. حتى الا جاك شي واحد على غفله راه ساعه تقريبا يقدر يوجدوا فيها كيف شفتوا، حيت في الوراق ديالو سهل وما كياخذش الوقت وما كيحتاجش حتى انكم تخلوه يرتاح شي وقت يعني طويل. 10 ديال الدقائق كافيه ولا حتى 5 ديال الدقائق كافيه غير باش غير طوعنا العجينه ونخدموها بسرعه. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم ان شاء الله، ودعموني بلايك. للي باقي ما اشتركوش يشتركوا معنا ويفعلوا الجرس باش يوصلهم كل جديد، وبارطاجيو مع احبابكم واصحابكم الى عجبكم الفيديو. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو قادم، مع السلامه.